النبي عليه أفضل الصلاة والسلام استأذن من سيدنا جبريل إنه يشوفه على حقيقته، وربنا أعلم بكل شيء. هنا بقى كانت الصدمة والمفاجأة للنبي عليه أفضل الصلاة والسلام إن سيدنا جبريل بان على شكله الحقيقي، شكله الملاك، مش شكله اللي كان بينزل يتجسد بيه على شكل بني آدم. وهنا النبي لما شافه لقى رجل سيدنا جبريل في الأرض ودماغ سيدنا جبريل في السماء، وليه 600 جناح، طرف الجناح بتاعه يغطي الأرض ما بين المشرق والمغرب. ملاك واحد من ضمن الملائكة بتاعت ربنا سبحانه وتعالى. شوف حجمها وشوف عظمتها وشوف قوتها قد ايه. سيدنا جبريل لما نزل على قوم لوط شال 7 كرة بطرف جناحه، طلعهم السما السبعة ونزل خفز بيهم الأرض. كان من شدة صراخهم الملائكة اللي في السماء سمعت صراخ قوم لوط في اللحظة دي. وسيدنا جبريل كان الوحي اللي بينزل على الأنبياء بالرسالة اللي ربنا كان بيبلغوا بيها.